هو ايه الفرق بين الكابينة الميجا والميجا سبيس؟ وده يعتبر من اكتر الحاجات اللي اتطلبت مني. تعالى خليني اقول لك اننا هنا هنتكلم عن الفرق بين الاكتروس ام بي 3 ميجا سبيس والاكتروس ام بي 3 ميجا، وده هنعتبره كستاندر لباقي الموديلات لان كلهم قريبين من بعض جدا، لكن في الام بي 1 بتفرق في حاجه بسيطه هنذكرها قدام. اول حاجه بتكون ثابته بين الاثنين هو الجزء السفلي ده، واللي بيكون الشاسيه والديفرانس واللاسيه والمكنه وغيره، لان ده ملوش علاقه بحجم الكابينه. انما هنا لو احنا بدلنا الكابينتين دول مش هتلاقي فرق. لكن بالنسبه للفروقات، واول حاجه هنتكلم عنها هي الكابينه، وهنبدا من الجزء الامامي واللي بيكون الاختلاف في نقطتين. اولا الشبكه، في الميجا سبيس بتكون عباره عن 3 خطوط، لكن في الميجا بتكون عباره عن خطين. انما في الام بي 2 بيكون برضه نفس الفرق، في الميجا سبيس بيكون 4 خطوط، انما في الميجا بيكون 3 خطوط. يعني بالنظر الفرق بيكون في ارتفاع الشبكه. تاني حاجه بالنسبه للاكسدام الامامي والفوانيس بتكون مش مختلفه ما عدا في نقطه واحده، ان حجم الاكسدام في الميجا سبيس بيكون اكبر في الجزء اللي فوق الفوانيس وبيكون فيه الزاويه دي. نيجي للجزء الجانبي فبنلاقي في الميجا سبيس بيكون فيه صندوق تخزين وصندوق عده، انما في الميجا عندها صندوق التخزين بس. وبالنسبه للباب ففي الميجا سبيس بيكون اكبر لوجود تكمله الباب. كمان عدد درجات السلم في الميجا سبيس بيكون 4 درجات، انما في الميجا 3 درجات بس. كمان بالنسبه للاجنحه فبيكون اطول في الميجا سبيس من الميجا بسبب ارتفاع الكابينه. ولو جينا بصينا من الداخل فمش بنلاقي اختلافات كتير غير في البروز ده، وده ايا يكن المسمى بتاعه حسب في كل بلد. بس الفكره هنا هو ان الراس الميجا بتكون اقل في الارتفاع من الميجا سبيس، فده خلى ارضيه الكابينه اقل في الارتفاع، ومع ثبات مكان المحرك فده خلى الكابينه اضيق في المساحه دي. يعني بالظبط انت قاعد وجنبيك المحرك، مش زي في الميجا سبيس تكون قاعد تحتيك المحرك. ولو جينا للمميزات والعيوب ففي الميجا سبيس بتتميز بان مساحه الارضيه واسعه بين الكرسيين، كمان فيها مساحات تخزين اكتر من الميجا، فده بيدي راحه للسواق اكتر. وكمان الروس الميجا سبيس بتكون واجهه اكتر من الميجا، لكن من عيوبها انها بتصد هواء اكتر بسبب ارتفاع الكابينه. كمان بسبب ارتفاع الكابينه العالي ده بيضغط على المساعدين بتاعه الراس اكتر، ومع الاهتزاز والحركه فبتستهلك مساعدين اكتر من الميجا. انما في الميجا فاول ميزه هو حجم الكابينه الصغير اللي بيصد هواء اقل من الميجا سبيس، كمان استهلاك في المساعدين اقل مقارنه بالميجا سبيس. لكن عيبها في انها مش اريح للسواق بالدرجه الكافيه اللي بتوفرها الميجا سبيس، لان مساحه التخزين فيها اقل، وحتى مساحه الحركه جوه الكابينه بتكون مش مريحه زي الميجا سبيس. لكن لكل قاعده استثناء، لان في الام بي 1 مش هعرف افرق بين الميجا والميجا سبيس من الشبكه، لان الشبكه في الاثنين نفس الحجم. لكن هنفرق بينهم في حاجتين. اول حاجه من الفوانيس الاماميه، في الام بي 1 الميجا بيكون فانوس واحد، انما في الام بي 1 ميجا سبيس بيكون اتنين، وهنا نقصد الفوانيس الاساسيه، انما ده متركب زياده. تاني حاجه هو صندوق تخزين العده، لان الاثنين فيهم صندوق تخزين عده، بس في الميجا شكله مميز واللي بيكون واخد شكل المثلث.